لان انت مش هيكون عندك متسع من الوقت ان انت ترجع تحل كل الاسئله تاني. ازاي اذاكر سيكشن الريدنج في البي تي اي؟ نظرا طبعا لان في ناس بيواجهوا صعوبه في السيكشن ده، فانا هقول لك طريقه بسيطه للمذاكره بس فعاله جدا. اول حاجه هتجهز دفتر من عندك وتسميه دفتر الريدنج، وكل مره تتدرب فيها على سيكشن الريدنج راجع الاجابات بتاعتك وشوف الاسئله اللي انت غلطت فيها وتبدا تسجل فيه كل الاخطاء بتاعتك. يعني مثلا كلمه بروفايد بيجي بعدها كلمه سبورت وانت غلطت فيها او ما كنتش عارف المعلومه دي، فهتكتبها عندك في الكشكول ده وتفضل تجمع كل الاخطاء في الدفتر بتاعك، بحيث قبل الاختبار بيومين ثلاثه كل اللي انت هتعمله انك هتراجع الكشكول ده، لان انت مش هيكون عندك متسع من الوقت ان انت ترجع تحل كل الاسئله تاني. والكشكول ده ساعتها هيكون مرجع مفيد بالنسبه لك، لان هيكون فيه كل الحاجات اللي انت بتغلط فيها فعلا، وده افضل حل للتعامل مع سيكشن الريدنج. وافتكر دايما ان فكره ان انت تغلط او تحل سؤال غلط دي مش مشكله، اللي هيكون مشكله فعلا ان السؤال ده يجيلك وتغلط فيه تاني. فلذلك احنا عندنا الكشكول بتاعنا مرجع لينا فيه كل الاخطاء اللي احنا غلطنا فيها، بحيث ان احنا نراجعها قبل الاختبار عشان نبقى ضامنين ان احنا ما نغلطش فيها للمره التانيه.